تحياتي متابعين. بغيت ندير اليوم واحد الفيديو على خفيف على حساب الاخوان اللي كيغطيو الطيور ديال الحسون بالسلوفان وبالميكا وكيخبيه. اخويا هاد القضيه هادي راه ما خداماش اللي كديروا ديال انك تخبي الحسون وتخبيه بالسلوفان وتغطيه. واش في الطبيعه الحسون كيكون مغطي على البرد وكيغطيوه بالسلوفان وكيخبيوه؟ لا، الا ولفتي الحسون هذيك الطريقه انك تغطيه بالسلوفان غادي يولف غادي يبقى مزموت. ولكن غير تخرجو تحطوه في البرد ولا تحيد ليه داك السلوفان غادي يمرض ليك، غادي تصاب بضربه هواء ويمرض ليك وغادي يقوبر وغادي يموت. الطائر اخويا خليه يولف الجو الطبيعي اللي عندك في البيت. خفتي من البرد دير كيما كدير انت كانسان، كتشرب مشروب ساخن، كتصاوب الحريره ولا كتصاوب شي حاجه اللي فيها العشوب ولا فيها سميتو كتشربها. حتى الحسون تا هو دير ليه في هذيك الشرابه واحد شويه قطرات ديال العسل، واحد الفص ديال الثوم، واحد القطيرات ديال الحامض 5 ولا هادي، وتقدموا ليه واحد 3 ايام ولا 4 ايام كترفع عليه المناعه ديالو شويه. ولكن باش تشدو تغطيه في السلوفان راه خويا راه لا يمكن. انا راه هانتوما عندي السلاكه فوق في السطح ها هي، وراه هانتوما الشرجم وكاين البرد في الليل راهم كيباتوا الطويرات كيباتوا هنايا مولفين هذا الجو. الحمد لله راهم بخير ما فيهم حتى شي حاجه الحمد لله. ومره رغم ذلك كندعمهم، كنعطيهم، كندير لهم خل التفاح، كندير لهم هاد الامور اللي هي كترفع المناعه للطائر. اللي قلت لكم شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الحامض، يعني هذا المفهوم هذا ديال انك تغطي الطائر اخويا راه ما خدمه شيء. ما تغطيش اخويا الطائر خليه يعتمد على المناعه ديالو الطبيعيه اللي كيكتسبها. خاصك تخليه يولف هذاك الجو اللي هو فيه، خصو يولف هذاك الجو اللي هو فيه. الا بقيتي انت كتغطيه وكذا ما خداماش هذيك القضيه. بسم الله اللهم بارك. الاخوان انتم كتشوفوا الذكورات تبارك الله، الذكورات تبارك الله راهم غاديين في الوجاده ما شاء الله، اللهم بارك. دابا راه شوف كيتجاوب مع هاد النتو ها هي، اللهم بارك. تحياتي الاخوان، نتمنى ان توصلكم الفكره. حاولوا ما تغطيوش الطويرات، واللي مغطي الطويرات دابا حاول يبقى يحيد لهم هذاك الغطاء تدريجيا، يحيد لهم هذاك السلوفان تدريجيا، يحيدوا لهم تيتعودوا على الجو. ويا واش يخرجهم، راه الا خرجهم من برا غادي يضربهم البرد.